السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أمل في أي عمل محترم في منظومة كرة القدم الفاسدة في مصر. واحد من الجواسيس من الفاسدين الموجودين في عضوية لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم أبلغ إدارة نادي الزمالك أمس بأسماء الحكام المعينين لإدارة مباراة الزمالك وسموحة بكرة في الدوري العام في ملعب هيئة قناة السويس في الإسماعيلية. الطاقم المختار على رأسه واحد من أكبر الحكام الدوليين في مصر، حكم مشهور بالحزم وعينه على كأس العالم. التعيين أثار غضب المسؤولين في نادي الزمالك اللي دايما بيدوروا على حكم على قد ايديهم، بيدوروا على حكم يكون شرابة خرج، بيدوروا على حكم يكسبهم بالحرام وبالباطل وبالمجاملات. لبليب وزمايله على طول راحوا لهاني أبو ريدة خدمهم في لجنة الحكام، وعملوا اتصالات أعلى من هاني أبو ريدة عشان الضغط على هاني أبو ريدة عشان بدوره يضغط على لجنة الحكام، وهددوا تهديد ووعيد لازم تغيير الطاقم، لازم تغيير الحكم الدوري، وإلا مش هنلعب وهنبوظ لكم الماتش وهنبوظ لكم الدوري إذا ما غيرتوش الحكم. حتى هذه اللحظة لم يتم تغيير الطاقم. أنا في انتظار النهاردة أو بكرة إعلان طاقم حكام مباراة الزمالك وسموحة. لو حصل أي تغيير هقول لكم بالتفاصيل وبالأسماء مين اللي تدخل ومين اللي بلغ ومين اللي غير، علشان الناس دي مفيش أي أمل منها في أي إصلاح أو في عمل نظيف. بالمناسبة نفس اللجنة تعيينتها لمباراة الأهلي والإسماعيلي بكرة، المباراة اللي هتقام في برج العرب الساعة 5 ظهرا في الدوري، تعيين حكم واحد من أشهر الحكام في مصر ظلما للنادي الأهلي، واحد عنده على الأقل 10 حوادث سابقة مع النادي الأهلي في الظلم وفي الكراهية للنادي الأهلي، ومع ذلك عمر ما إدارة الأهلي احتجت في أي مباراة محلية مع أي حكم مصري قبل التعيين. احنا لما طلبنا حكم أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك بتاعت بسيوني الدنيا قامت ورفضوا والأهلي ملعبش الماتش. عمر الأهلي محتاج على حكم يبعتوا له دايما أسوأ الحكام وبيوافق وبيلعب وبيتظلم وبيسكت. نروح لماتش الأهلي والإسماعيلي بكرة اللي هيتلعب في برج العرب. أول مرة من يوم ما الدنماركي جيس توروب استلم مهمة المدير الفني للنادي الأهلي، أول مرة في مباراة رسمية كبيرة في الدوري العام هيبقى ما عندوش أي اختيارات ولا اختيار في قائمة الفريق للاعبي خط الوسط وخط الهجوم. كلكم عارفين الأهلي بيلعب ب3 لاعبين في خط الوسط و3 لاعبين في خط الهجوم، يعني الأهلي محتاج 6 لاعبين أساسيين في الوسط والهجوم، وتروب ما عندوش غير 9 لاعبين أول عن آخر في الوسط والهجوم بس. 9 لاعبين هياخدهم معاه في القائمة الإسكندرية وهو مضطر. عنده مروان عطية وأليو ديانج ومحمد بن رمضان وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومروان عثمان والأنجولي كاموش. ال9 دول هياخدهم معاه، واحتمال كبير يحط معاهم ناشئ أو 2 علشان يدعم القائمة. ممكن ياخد واحد من عمر سيد معوض، من إبراهيم عادل، من محمد رأفت، من محمد زعلوك، أي واحد من دول ممكن ياخده معاه في القائمة. لكن توروب عنده رفاهية في خط الدفاع. عندنا 4 مراكز فقط في خط الدفاع، وعندنا 10 لاعبين في خط الدفاع، وممكن يبقوا 11 كمان. تخيلوا، شوفوا الرفاهية. واحد عنده 9 لاعبين ل6 مراكز في الوسط والهجوم، وعنده 11 لاعب ل4 مراكز بس في الدفاع. عنده في الباكين محمد هاني وأحمد عيد وكريم فؤاد ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا والمغربي يوسف بالعمري لباكين الجنب.
وعنده لقلبي الدفاع 2 قلب دفاع، عنده ياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام وعمرو الجزار وهادي رياض. رفاهية كمان عنده رفاهية في حراسة المرمى، عنده 4 حراس لمركز واحد، عنده محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد سيحة. سبحان الله، في انتظار النهاردة بعد التدريب اللي هيتعمل ظهرا في التتش تروب هيختار قائمته ويسافر بيهم اسكندرية. إنما للأمانة المسألة صعبة جدا على تروب وهو بيختار قائمته للسفر لاسكندرية. عنده نقص حاد بعد إصابة محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، وبعد إيقاف إمام عاشور، وبعد رحيل نيش جراديشار ورحيل أحمد عبد القادر. العدد قل جدا جدا في هجوم النادي الأهلي. كمان رحل حمزة عبد الكريم إلى برشلونة في نقص شديد في النادي الأهلي في مباراته بكرة ضد الإسماعيلي في الدوري. إنما في نية وفي كلام لإيقاف الدوري وعدم استكمال الدوري وإلغاء الدوري. في كلام ابتدى يتردد داخل اتحاد الكرة وداخل وزارة الرياضة. لو حصل الكلام ده هتبقى كارثة كارثة. بس خد بالك، هم رتبوا لإيقاف الدوري وعدم استكمال الدوري وزيادة عدد أندية الدوري في الموسم الماضي، رتبوا له خلال الموسم الحالي. اتحاد الكرة اللي أوقف الدوري العام في يناير، في ديسمبر ويناير تماما، علشان يلعب في كاس العرب البطولة غير الرسمية، وعلشان يعمل معسكر طويل لكأس الأمم الإفريقية. لما أوقف الدوري شهرين في موسم مزنوق جدا، كانوا عارفين ان هم بيعملوا كارثة، وكانوا بيوضبوا للكارثة دي عن عمد مش بالخطأ أبدا. بس أنا عايزك تحسب معايا اللي فاضل من الموسم، وتحسب معايا ان استكمال الدوري بقى مسألة مش سهلة إلا لو استغنوا عن الحاجات التافهة اللي لازم يستغنوا عنها. أول حاجة، حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر اللي رايح كاس العالم في يونيو اللي جاي، طالب 2 أسبوع زيادة. يعني بدل ما ياخد اللاعبين في أول يونيو ويعمل بيهم معسكره، لا، عايز من 15 مايو، عايز آخر ماتش في الدوري 15 مايو، وياخد اللعيبة معسكر شهر وشوية علشان أفريقيا. كلام فارغ وكلام مش مظبوط وكلام يبوظ الدنيا. لازم المعسكر يكون في شهر يونيو والدوري يستمر لغاية آخر يوم في شهر مايو. دي نمرة 1. نمرة 2، كل فريق من ال8 اللي هيلعبوا النهائيات الدوري بتاع ال8 الكبار اللي يحدد بطل الدوري، فاضل له في الماتشات الدور الأول 6 ماتشات. كل فريق لعب 14 ولازم تلعب 20، يبقى فاضل 6 ماتشات. الدورة الكبيرة 8 أندية يعني 7 ماتشات، يعني فاضل لكل نادي 6 و7 13 ماتش. 13 ماتش عايزين 13 أسبوع، لا، نقدر نختصرهم إلى 9 أسابيع. ال13 نقدر نختصرهم ل9 أسابيع، يعني 2 شهر وأسبوع. باقي 3 أدوار من كاس مصر غير مباراة الزمالك والسيراميكا اللي هي في دور ال16، يعني فاضل 4 أدوار في كأس مصر. تأجيل مزمن للزمالك وسيراميكا، الماتش هيتلعب يوم 17 اللي جاي إن شاء الله. الوقت ده حد أدنى 2 أسبوعين زائد 2 شهر وأسبوع، ادي خد عندك كمان بقى داخلين على 3 شهور فاضلين. فاضل 3 أدوار من كأس العاصمة، فيهم المصري مشارك، والمصري هيكون من الفرق بتاع ال8 الكبار، وفي فرق تانية مشاركة من ال8 الكبار ووصلت لل8 بتاعة كأس العاصمة، فده هيعمل عبء كبير جديد على الأندية. أما بقى دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الضعيفة، ففاضل مباراة لكل فريق في المجموعة، و6 مباريات، 6 مباريات لو الفرق كملت ربع نهائي ونصف نهائي والنهائي. بتتكلم دلوقتي على 7 مباريات لكل فريق، محتاجة 7 أسابيع ما فيهاش فصال، لأن دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الضعيفة مباراة كل أسبوع، جمعة سبت حد. ما تقدرش تدخل مباراة 3 و4 و2 زي ما بتعمل في الدوري العام. آخر مباراة المفروض لو الأندية المصرية وصلت إلى النهائي هيبقى يوم 25 مايو آخر ماتش، 24 و25 مايو. يعني الكلام اللي طالبه حسام حسن هيبقى كلام فارغ ومش هيحصل.
لما تجمع الأسابيع دي انت محتاج 5 شهور، وكل اللي فاضل في الموسم لغاية 15 مايو الموعد اللي طالبه حسام حسن 3 شهور. عشان كده بيفكروا يلغوا الدوري، وعشان كده بيفكروا يعملوا أي حاجة علشان يدوا لحسام حسن الوقت اللي هو عايزه، الوقت اللي هو عايزه. على فكرة هذا القرار لو حصل هيبقى تدمير للنادي الأهلي قبل أي نادي آخر، لأن بيراميدز والزمالك عندهم فرصة في كأس مصر، إنما الأهلي خرج من كأس مصر، خرج لأنه لعب مباراته مع الاتصالات بدون كل لاعبيه الدوليين ال15، وبالتالي المسألة بالنسبة للأهلي هيطلع صفر اليدين، لا دوري ولا كاس، وهتبقى مهزلة. والنادي الأهلي هيخسر أموال كتيرة جدا في الرعاية وفي الدعاية لو تم إيقاف الدوري أو إلغاء الدوري، والأهلي ضد هذا القرار تماما. وإحنا تعودنا أي حاجة الأهلي بيبقى ضدها هم على طول بيسارعوا لتنفيذها، وبيسارعوا لأنهم يضايقوا ويغيظوا ويدمروا الأهلي باستمرار. التضييق على النادي الأهلي لم يتوقف على اتحاد الكرة على الإطلاق. التضييق على النادي الأهلي وصل إلى $، بعد ما ضايقوا عليه في الاتحادات، وبعد ما ضايقوا عليه في الحكام، وبعد ما ضايقوا عليه في الإعلام، وبعد ما ضايقوا على جمهوره في المدرجات. النهاردة بيحاربوا الأهلي في البنوك، بيمنعوا عنه $، اللي هو كسبانها بحلاله، كسبانها ببطولاته. الأهلي النهاردة مش عارف يجيب ولا لاعب أجنبي لكرة السلة لأن ما معهوش $، بينما الزمالك اللي عليه ديون متلتلة، اللي عامل جرائم في بيع أرض الدولة ومحدش بيقول له أنت بتعمل إيه، رايح يجيب مدرب إيطالي بفوق من $250,000. الدولارات مفتوحة لنادي الزمالك، يشتري لاعبين ويبيع لاعبين ويجيب أجانب للكرة الطايرة وأجانب للكرة السلة وأجانب لكرة اليد، بينما الأهلي مش قادر يجيب أي لاعب أجنبي، وهو راح يلعب بطولة إفريقيا اللي من حقه 4 أجانب، مش هيقدر يشتري ولا أجنبي. التضييق على الأهلي وصل لمرحلة غير طبيعية في $، وده ضد مصلحة مصر. الأهلي اللي هيروح بطولة إفريقيا بدون أجنبي، بدون شك الأهلي مش هيقدر يكسب البطولة بدون أي لاعب أجنبي، وبالتالي مصر مش هتكسب البطولة. هما ما يفرقش معاهم مصر تكسب ولا ما تكسبش، كل اللي يفرق معاهم الأهلي ما يكسبش بس. هم عايشين عشان الأهلي ما يكسبش، وهو هدفهم الوحيد ان الأهلي ما يكسبش. الأهلي اللي استغنى عن الناشئ بتاعه حمزة عبد الكريم إعارة لبرشلونة الأسباني، واستغنى امبارح عن الناشئ بتاعه بلال عطية إعارة لراسينج سانتاندير الأسباني. 2 هدافين كبار، لسه الاتنين 18 سنة، الاتنين هم هدافين مصر في كاس العالم تحت 17 سنة في قطر. الاتنين الأهلي لن يستفيد منهم على الإطلاق فنيا. قبل ما يكملوا 18 سنة بيسافروا وياخدوا كل مشوارهم كلاعيبة في الاحتراف في أوروبا إن شاء الله. فائدة مالية فقط للنادي الأهلي، لكن الفائدة هتعود لمصلحة الكرة المصرية اللي عمرها ما فكرت في مصلحة النادي الأهلي. بعد كده هتلاقي بغل بس شكل بني آدم، عطوله قلم أو ميكروفون يقول لك الأهلي بيشتري لاعبين والأهلي بيفضي الأندية والأهلي ما بيطلعش أشبال ومنظومة الأشبال في الأهلي عايزة تطوير. سبحان الله سبحان الله. الأهلي اللي كل سنة بيطلع أشباله لأوروبا، كل سنة بيطلع نجومه لأوروبا، دلوقتي ما بقاش عنده أي فرصة إنه يقدر يشتري اللعيبة اللي هو عايزها، مش بس لكرة القدم، للألعاب الأخرى، بسبب التضييق الرهيب 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 اللي معمول ضد النادي الأهلي. عموما كل يوم بنكتشف بسهولة شديدة جدا حرب جديدة ضد النادي الأهلي وملهاش حل، لأن الأهلي إدارته عاجزة على إنها تواجه الكبار. امبارح صدمة جديدة للنادي الأهلي، صدمة قدرية. النجمة اللي الأهلي اشتراها للكرة الطائرة آية النادي العائدة من الولايات المتحدة، اللي اختارت النادي الأهلي رغم ان كان في عرض مالي أكبر كتير من الزمالك، لكن حبها للأهلي اختارت النادي الأهلي قبل أيام قليلة جدا من انطلاق كأس السوبر المصرية للكرة الطائرة للسيدات. آية النادي أصيبت امبارح إصابة تقيلة، إصابة بقطع في وتر أكيلس،
رباط أكيلس، جراحة وغياب من 6 ل9 شهور، تقيلة قوي قوي قوي، وهتغيب عن الأهلي في كأس السوبر. إن شاء الله ربنا يشفيها، وإن شاء الله تعود أحسن من الأول كتير كتير كتير. قلت لكم على التضييق اللي بيحصل على النادي الأهلي، سواء من الاتحادات الرياضية، من الحكام في كل الألعاب، من الإعلام في كل القنوات، ومن الأمن مع جماهير النادي الأهلي. ودلوقتي وصل الأمر للبنوك في التضييق على النادي الأهلي في فلوسه اللي كسبها بالحلال، الدولارات. على الجانب الآخر أكثر من 100 أتوبيس تم تجهيزها على نفقة وزارة النقل عشان يشيلوا جمهور الزمالك من أمام مقره في 100 عقبة للإسماعيلية يوم السبت اللي جاي، علشان يروحوا ليشجعوا الزمالك ضد كايزر شيفس الجنوب أفريقي في بطولة الكونفدرالية الضعيفة. بينما المصري اللي هيلعب في السويس ضد زيسكو الزامبي ولا أتوبيس هيتجهز له من بورسعيد عشان ينقل جمهوره إلى السويس، ولا أتوبيس، لأن وزارة النقل خاصة بنادي الزمالك بس، مش خاصة بأي نادي. وهنصور لكم ونجيب لكم فيديوهات وصور للأتوبيسات اللي هتتواجد أمام 100 عقبة يوم السبت صباحا عشان تتفرجوا على المهزلة. هتلاقوا الشارع مقفول بالأتوبيسات بتاعت وزارة النقل اللي هتنقل الزمالك. عشان كده نادي سيراميكا كيلوباترا اللي تحدد له يوم 17 فبراير مباراته ضد الزمالك في دور ال16 في كأس مصر، على طول قدم لاتحاد كرة القدم طلب بتنفيذ اللائحة. تخيلوا لما نادي يطلب من اتحاد الكرة تنفيذ لائحته خوفا من التلاعب اللي هيحصل في مباراة سيراميكا والزمالك. لائحة كأس مصر بتنص على عدم حضور جمهور لمباريات كأس مصر حتى دور الثمانية. المباراة دي في دور ال16، مفيش جمهور في دور ال16 ومفيش جمهور بعد كده برضو في المباراة اللي بعد كده في دور الثمانية. أنا لو مسؤول في سيراميكا لو زاد عدد الحضور عن 50 واحد بالعدد ما لعبش الماتش لغاية ما يطلعوا نمرة 51 أو نمرة 52 من المدرجات، ومن حقك ترفض اللعب لأن ده ضد اللائحة اللي معك. الحقيقة سيراميكا بيعمل كده، لكن هو عارف كويس جدا 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 ان الثلاثة اللي هيمسكوا صفارة وراية هيكونوا مشجعين اكتر من ال50 اللي هيحضرهم تبع نادي الزمالك. في ناحية تضييق على الأهلي في كل حاجة، وفي الناحية التانية مساعدات فجرة للزمالك في كل حاجة. وهي دي الرياضة في مصر، واللي عاجبه واللي مش عاجبه هو حر. الحادثة بتاعت امبارح، سقوط مصعد بلاعبي بيراميدز للشباب في أحد فنادق الإسكندرية، حادثة قضاء وقدر تماما، لا لوم على أي طرف إلا الجهة المالكة للمصعد في عدم التجهيز وعدم المتابعة وعدم الصيانة. لكن عارفين الحادثة دي لو كانت مع أشبال النادي الأهلي كانت خدت صفحات رئيسية، خدت برامج كاملة، وكانوا رموا التقصير على مجلس إدارة النادي الأهلي إنه بيسترخص في الفنادق، وكانوا رموا كل حاجة على إن النادي الأهلي ما فحصش الأماكن اللي رايحين يقعدوا فيها. وهو ده اللي بيحصل في مصرنا في الرياضة. عشان كده واحد سألني بيقول لي أنت لحد دلوقتي ليه ما قلتش رأيك في إمكانية استمرار أشرف صبحي وزيرا للرياضة والشباب في الحكومة الجديدة بعد 7 سنوات من الفشل والمجاملات في الرياضة المصرية والخسائر البشعة لكل المنتخبات. أقول له بأمانة صبحي زي اللي وراه، واللي وراه زي اللي وراه، وأحمد زي الحاج أحمد، وكلهم طينة واحدة، وكلهم معمولين بهدف واحد بس. ما في وزير بيجي للرياضة في مصر إلا بهدف واحد بس، مجاملة الزمالك والتعنت ضد الأهلي. فعشان كده ما يفرقش معايا مين يروح ومين يجي، خلاص. أخيرا النهاردة ماتشين في البريمير ليج، ماتشين الحقيقة من أقوى ما يكون في لندن. الاثنين الماتشين في لندن. وست هام اللندني بيستضيف مانشستر يونايتد.
مانشستر يونايتد كسب الاربع ماتشات اللي فاتوا، اول مره من زمان مانشستر يكسب 4 ماتشات ورا بعض. مانشستر يونايتد لو كسب ماتش النهارده هيبقى خطير جدا على استون فيلا في صراع المركز الثالث في الدوري. لكن مانشستر يونايتد مش ماشي لوحده، تشيلسي ورا مانشستر يونايتد بنقطة واحدة بس وماشي كويس، وعنده ماتش أسهل كتير في ملعبه ستانفورد بريدج في لندن ضد ليدز يونايتد. تشيلسي فرصة فوزه أكبر كتير من فرصة فوز مانشستر يونايتد، والصراع بتاع مانشستر يونايتد وتشيلسي على المركز الرابع وممكن على المركز الثالث في البريمير ليج هيزداد اشتعالا خلال الأيام والمراحل المقبلة. وطاب صباحكم.